باسورد مع ايرس سكان كمان اصعب اكثر، لانه الايرس فيه معقد اكثر من البصمه، بصمه اليد. فطبعا قد يكون هنالك مشاكل، لكن تكلفه اختراق هكذا تقنيات هي اصعب، كما هي تكلفه تطويرها وجعلها تستخدم كمان. طيب محمد، هلا نتكلم بالبساطه شوي من المشاهدين اللي عم بيتفرجوا علينا بده يعرف كيف يحط كلمة سر. شو لازم يعمل؟ يبعد عن تاريخ ميلاده مثلا، ما يحط اسمه، ما يحط الأسماء المعروفة، كيف بدنا أسماء نحط المقربين؟ بالضبط أسماء المقربين. يعني شو ممكن تكون تركيبة كلمة السر محمد؟ طيب اولا مهم جدا انه ما يكون كلمه متعارف عليها. اولا هذه بنشوفها بكثير من الاحيان، خاصه هدول بحط اي لوف يو مثلا، او بحط باسورد، او بحط 1 to 1 ل 9. فهدول يعني بنشوفهم بشكل شبه مخيف يعني، فيجب تفاديهم باي شكل ممكن. هلا النصيحه الثانيه هي انه يكون يعني في ميكس، في تنوع بالباسورد، يعني يكون في احرف وارقام وكاركترز. يعني مثلا اسم رقم مثلا هذه احدى الامثله. لكن طبعا هنالك واجب ضروري جدا هو تفادي اسمي الشخصي مثلا يكون بقلب الباسورد، عيد الميلاد، اسم الابن. بقول لك شخص، في كثير اشخاص بقول لك ما ححط اسمي، حط اسم ابني. هالشيء يعني شبه بديهي بالنسبه اذا بدك المهاجم. والمهاجم في اغلب الاحيان يعتمدون على شيء اسمه الورد ليست. الورد ليست هي مثل كتاب، يكون في كتاب طبعا يعني ديجيتال، يكون في الباسوردات الاكثر استعمالا عن طريق الانترنت، مثلا المليون باسورد الاكثر استعمالا، وهو يجربه على حساب المستخدم وينجح في عديد من الاحيان باختراقه. محمد، إلى أي مدى من المهم اليوم أنه نغير الباسورد من فترة إلى أخرى يعني، وما هي الفترة المطلوبة يعني الريكومندد هي كل حوالي 6 أشهر. طبعا تختلف من خدمة إلى أخرى، لأنه الخدمات تتفاوت بأهميتها. يعني مثلا خدماتي على الفيسبوك أو على تويتر قد تكون أقل أهمية من خدماتي الإيميل، قد تكون أقل أهمية من خدماتي على الجوفرمنت أو البنك إلى آخره. طيب تسمح لي كمان محمد في الدقيقة الأخيرة، وسؤالي دائما حابب أن يكون بسيط، يعني بالعامية مثل ما بيحكوا ما تحط البطيخات بسلة واحدة. في نصيحة منك محمد لطريقة تقسيم أماكن تخزين المعلومات؟ هل الأفضل أن تقسم على أكثر من جهاز؟ هل تقسم على أكثر من حاسوب؟ الآي كلاود، الخدمات السحابية، شو رأيك محمد؟ يعني مهم جدا استعمال خدمات تمكن من الحماية للدخول. يعني مثلا إذا استخدمت أنا على كلاود مثلا، إن كان أبل أو جوجل إلى آخره، التأكد من أنه هنالك حماية على الدخول إلى الحساب. يعني استعمال باسورد مع SMS مثلا، أو باسورد مع كود يتم تفعيله على الجهاز أو يتم وصوله على الجهاز. فالمهم هو الباكج كامل. يعني أنا ممكن أستخدم مثلا خزنة بيانات تبعت مدير كلمات السر اللي هو الباسورد مانجر، لكن أخزن هذه ويتم تشفيرها بشكل قوي، لكن أستعمل باسورد ضعيف. تمام، هذه ما بكون عملت شيء بهذه الحالة. طبعا هو الصورة الكاملة هي التي يعني تحمي، وهي التي يجب أن نعيها. محمد، على أمل أنه يجي نهار ونزرع كلمات المرور ونرتاح، نزرعها داخل أجسامنا ونرتاح من كل هذه الأمور. شكرا لك، حدثتنا من دبي الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لشركة كاسبرسكي لاب، محمد أمين حسبيني. شكرا لك. نشوف ذاكرة أسامة